السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدونة محمد علاء. الآن في أول شرح لي في القناة. سنشرح كيفية إنشاء قناة يوتيوب ونتعرف على أهم الخصائص والمميزات في قناة اليوتيوب. أولا نذهب إلى youtube.com، ويجب أن نعرف أن قناة اليوتيوب مرتبطة بجوجل، فلذلك يجب أن يكون عندك حساب في جيميل لكي تتمكن من إنشاء القناة. تمام، نذهب إلى قناتي من على الإيميل. عند الضغط على قناتي سترى تظهر لك هذه الخلفية. القناة الأولى فالاسم، والقناة الثانية اسم العائلة، وهذه الاسم هو الذي سيظهر للجميع عن قناتك، اسم قناتك يعني. نضغط على إنشاء قناة، وبكل سهولة نرى أن القناة قد أنشئت. من هنا يمكنك اختيار صورة لقناتك، ومن الخيار هذا يمكن اختيار غلاف القناة. ومن الزر ضبط على اليسار نضغط على تخصيص تنسيق قناتك. إذا لم تكن مفعلة فنقوم بتفعيلها. نضغط على حفظ. سنرى الصفحة الرئيسية، مقاطع الفيديو، قوم بتشغيل قنوات حول. إذا كنت قد نزلت مقاطع فيديو أو شيء سيظهر لك كل شيء هنا. تمام. من ثم نذهب إلى الخيار في الأعلى، نضغط على استوديو مبدعي المحتوى. سنرى أنه قد فتح صفحة لوحة البيانات. هنا وقت المشاهدات بالدقائق، هنا المشاهدات، المشتركين، ما إلى ذلك. هنا مدير الفيديو. إذا كنت قد نزلت فيديوهات سترى قد ظهرت قائمة الفيديوهات، يمكنك التعديل عليها من هنا. وهنا عند الضغط على القناة، عند وصولك إلى 10,000 مشاهدة لإجمالي المشاهدات في اليوتيوب، سترى أن ميزة تحقيق الدخل قد أصبحت مفعلة، يمكنك تمكينها وتربح من اليوتيوب. وسنتطرق على هذه الميزة في شرح آخر. وهنا يمكنك إثبات ملكيتك بالضغط على إثبات الملكية. وهنا في هذه نضغط على تحديد البلد، نختار البلد اللي أنت موجود فيها عبر رسالة صوتية تلقائية أو عبر رسالة نصية. نضغط على رسالة نصية، نكتب رقم الهاتف زي 218 هذا مفتاح البلد 39 32 279. نضغط على إرسال. سيرسل لك رقم التحقق المؤلف من 6 أرقام، فتجده في الهاتف عبر الرسالة النصية. نضغط الرقم ونضغط إرسال. من هنا سيتم إثبات ملكيتك. والآن الحساب مفعل والقناة أمورها 100%. وإن شاء الله عجبكم الشرح. السلام عليكم.